تخيل انك يكون عندك ذاكرة حديدية وما بتنساش اي حاجة نهائي، تفتكر هتكون سعيد؟ ما ظنش. ده لان اي حاجة هتحب تنساها مش هتعرف، وكل الاحزان هتفضل فاكرها. وده حكمة ربنا سبحانه وتعالى في انه ادالنا ميزة النسيان. والنسيان مش بيكون للذكريات الوحشة بس، ممكن يكون كمان نسيان للاشخاص او الاماكن. لكن عمرك ما هتنسى طريقة الكلام أو المشي. فعاوزك تحمد ربنا على نعمة الذاكرة، ولازم تعرف إن أهلنا بيخافوا علينا جدا وبيكونوا عاوزيننا نطلع أحسن منهم، فلازم نسمع كلامهم. وخلي بالك إن كلامك عن صفة في شخص ممكن يكون حقيقة، لكن ممكن كلامك يكون جارح ليه من غير ما تقصد. فياريت تفكر 5 ثواني الأول قبل ما تتكلم، واعرف إن كلنا عندنا عيوب. فاوعى تتنمر أو تتريق على حد ربنا خلقه بعيب، لأن أنت كمان مليان عيوب، بس الشاطر هو اللي يستغل عيوبه دي ويخليها مميزات. ولو اتريقت على حد او اتنمرت عليه، اعتذر له وقول له انك اسف. فيلمنا النهارده بيتكلم عن دوري، سمكة عندها فقدان ذاكرة مؤقت بيخليها تقع في مشاكل كتير، بس بتلاقي اللي يساعدها ويقف جنبها علشان هي طيبة وقلبها ابيض. ولما بتحاول تدور على اهلها بتفتكر ذكريات كتير بتخليها تعرف هي مين. فتفتكر يا عزيزي انت كمان زي دوري ولا مختلف عنها؟ لو لسه ما عملتش اشتراك للقناة، ادينا هو بفكرك قبل ما يبدأ الفيلم، وعايزك تنزل تصلي على سيدنا محمد في التعليقات. اعمل يا جدع لايك، قولي، قول لي الله ينور، ما تشتمني. وفي يبقى كده بتقدرني، انما بتعمل تقرا وما تعملش حاجه، تبحلق وتبرق بس، بحلق وبرق انت داخل على عشان تبقى بحلق وبرق. بيبدأ فيلمنا النهارده بدوري وهي واهلها بيحفظوها تقول ايه لاي حد لو تاهت، انها اسمها دوري وعندها فقدان ذاكره مؤقت، وبيقرروا يلعبوا معاها استغمايه. وهي بتعد لحد 10 بتنسى انها بتلعب استغمايه اصلا. وابوها وامها بيستغربوا انها بتنسى، لدرجه انها بتتحرج وبتسالهم هو انا نسيت تاني؟ بيقولوا لها مش مشكله. فبتسالهم اعمل ايه لو نسيتكم؟ بيقولوا لها لا مش هتنسينا. ودوري بتقول لهم هو انتوا ممكن تنسوني؟ بيقولوا لها لا مش هننساكي ولا انت هتنسينا ابدا. وبعد فتره بنشوف دوري وهي واقفه في البحر تايهه وعماله بتنده على اي حد علشان يساعدها، بس محدش للاسف بيعرف يساعدها لانها ما بتكونش فاكره اي حاجه او معلومات عنها، لدرجه ان بتفضل طول عمرها تسال في السمك اللي موجود في المحيطات عن اي حاجه هم يعرفوها عن اهلها، لحد لما بتكبر في السن. وبنشوفها وهي بتقابل مرهف سمكه البهلوان ابو نيمو لما كان بيدور على اليخت اللي خطف ابنه. وطبعا احنا عارفين حكايه نيمو، لو لسه ما شفتهاش هتلاقيها في علامه الاي اللي فوق. المهم بعد سنه بنشوف دوري وهي نايمه هي ونيمو ومرهف، ولما بيصحوا بيروحوا عند مستر راي واللي بيبقى بيعلم الاطفال. ودوري بتطلب منه ان هي تشتغل المساعده بتاعته، وبتبقى بتشرح للسمك الصغير عن مغامراتها. ولما سمكه صغيره بتسالها عن اهلها دوري ما بتعرفش ترد. مستر راي بيقول لهم خلوا بالكم من الطيار، بس لما دوري بتسمع كلمه الطيار بتفتكر حاجه وبتحس ان هي سمعت الكلمه دي قبل كده. ولما فوق سمك الراي بيعدي، واحده منهم بتخبط دوري بالغلط وبتخليها تقع وتروح في وسط الطيار، وده بيخليها تفتكر ابوها وامها. ولما بتفوق بتبقى عماله تردد في عنوان البيت بتاعها بس بتنساه بسرعه. ولما بتقابل مرهف بتقول له ان هي كانت في حاجه فاكراها، لحد لما نيمو بيفكرها بالعنوان اللي هي كانت بتقوله. واول لما بيقول لها العنوان بتفتكر عيلتها وبتجري علشان تروح تدور عليهم، بس مرهف بيجري وراها هو ونيمو وبتقول لهم انها عندها عيله والمفروض تاهت منهم وعاوزه ترجع لهم، بس مرهف بيمنعها لانه خايف عليها. بيقول لها احنا دلوقتي اسره، بس هي بتترجاه ان اهلها وحشينها. وبيوافق مرهف ان هم يروحوا في رحله يدوروا على اهلها، وبيروحوا للسلحفه كراش اللي بياخدهم على ظهره وهم عايمين في الطيار، لحد لما بيوصلوا قريب من بيت دوري وبيخرجوا من الطيار. ودوري بتنزل تدور، فبيكون صوتها عالي وعماله تنده على باباها ومامتها، ولكن الكابوريا اللي بيبقوا موجودين في المكان بيقولوا لها توطي صوتها وبيحذروها اكتر من مره. وده بيخلي دوري تفتكر انها جت المكان ده قبل كده وهي صغيره، وبتفتكر اسم باباها ومامتها زينه ورشاد، لحد لما مرهف بيوقفها وبيطلب منها ان هي توطي صوتها وهي بتتكلم، لانه خايف ان ممكن يبقى هم بيحذروهم عشان في وحش في الميه. وفعلا بيظهر حبار وبيجري وراهم عشان يمسكهم وياكلهم، وهم بيجروا منه وبيهربوا، وبيبقى الحبار مسك نيمو هياكله، بس مرهف ودوري بيبقوا عايزين ينقذوه وبيقعدوا يشدوه لحد لما الكونتينر اللي فيه الحبار بيقع عليه وهم بيهربوا منه. وهم بيعوموا في وسط الشعب المرجانيه مرهف بيبقى بيطمن على نيمو انه ما حصلوش حاجه. ولما دوري بتيجي تقول له انها ممكن تساعده، مرهف بيقول لها ابعدي عننا دلوقتي وانسي، انت ما بتعرفيش تعملي اي حاجه غير انك تنسي. ودوري بتزعل وبتمشي، بس وهي ماشيه تسمع صوت بيبقى صوت ميكروفون
بيقول لها انا سلوى محمد علي، تعالي خليكي معانا. ودوري فعلا بتطلع على وش الميه علشان تدور على صاحبه الصوت ده، ومرهف ونيمو بيروحوا يدوروا عليها علشان يكملوا معاها الطريق، بس للاسف بيمسكها دكاتره سمك وبيشيلوا الشبكه اللي كانت متعلقه فيها وبياخدوها معاهم وبيروحوا معهد الحياه البحريه. ودوري بتبقى عماله تنده على نيمو ومرهف لحد ما الدكاتره بينزلوها في حوض وبيعلقوا لها في زعنفها بطاقه علشان هيودوها جنينه الاسماك. وبيقابلها جوه اخطبوط اسمه هاني بيقعد يغير في لونه وشكله علشان يعرف يتخفى، وبيسالها انت ايه اللي جابك هنا؟ فهي بتحكي له انها بتدور على اهلها، لحد لما بيشوف البطاقه اللي هي في الزعنفه بتاعتها، فبيقول لها انهم كده هينقلوكي لجنينه الاسماك. هي بتقول له لا ما ينفعش، انا اهلي موجودين في جوهره خليج مورو ولازم اروح لهم. هاني بيقول لها انت فعلا في جوهره خليج مورو، وانا ممكن اساعدك لو اديتيني البطاقه دي علشان اسافر لجنينه الاسماك وانت تفضلي قاعده هنا تدوري على اهلك. ودوري فعلا بتوافق ان هو يساعدها قصاد ان هي تديله البطاقه اللي هي في الزعنفه بتاعتها، فبيخرجها من الميه وبيحطها في شفشق القهوه. ونيمو بيقعد يقول لباباه ان هو قد ايه كان قليل الذوق لما قعد يكلم دوري ويقول لها ان انت ما بتعرفيش تعملي حاجه غير انك تنسي، لحد لما بيطلعوا على وش الميه وبيلاقوا كلاب البحر وبيسالوهم على دوري وانهم ازاي يدخلوا لها جوه المبنى، فبيقولوا له ان دي مستشفى الاسماك وان السمك اللي بيدخل جوه بعد ما بيتعالج بيرجع للمحيط او بيروح جنينه الاسماك. ولما مرهف بيطلب منهم ان هو عايز يدخل جوه بيقعدوا يندهوا على طائر اسمها بكيزه، وبيطلبوا من نيمو هو ومرهف انهم لو عايزين يدخلوا جوه يركبوا مع بكيزه وانهم لازم يبصوا في عينيها ويقولوا لها انهم عايزين يدخلوا جوه. فمرهف بيبص في عينيها وبيقول لها انه عايز يدخل جوه، وكلاب البحر بيجيبوا له جردل علشان يقعد فيه هو ونيمو علشان بكيزه تعرف تطير بيهم. وفعلا بكيزه بتطير بيهم وتدخل بيهم جوه. وهاني بياخد دوري بيقعدوا يتسحبوا في الطرقه من غير ما الحراس بتوع الامن يشوفوهم علشان يروحوا عند الخريطه بتاعت الحديقه علشان دوري تعرف اهلها عايشين فين. ولما دوري بتبص على الخريطه بتلاقي المكان اللي مرسوم فيه صدف محار، فبتفتكر برضو من الذكريات بتاعتها انها كانت هي وباباها ومامتها بيدوروا على الصدف وبيجمعوه. ولما بتقول لهاني على المكان بيلاقوا عامله جايه، فهاني بياخدها وبيهربوا وبيفضلوا يتخفوا لحد لما دوري بتلاقي جردل مكتوب عليه هديه، فبتنط فيه وبتلاقي سمك ميت، فبتقرر ان هي تعمل نفسها ميته زيهم لحد لما العامله بتاخد الجردل وبتروح بيه. وهاني بيروح وراها علشان ينقذها بس ما بيلحقش، والعامله بتمد ايديها في الجردل وبتاخد دوري وبتحدفها في بحيره كبيره بيبقى موجود فيها سمكه قرش كبيره اسمها هديه، واللي بيكون مشكلتها ان نظرها ضعيف. ولما هديه بتقابل دوري بتقول لها تقدري تساعديني، وبتحكي لها حكايتها، فهي بتعرف دوري من صوتها وبيطلعوا كانوا صحاب من زمان. ودوري بتقول لها طب تقدري ترجعيني البيت؟ قالت لها صعب عليا ان انا اعرف الطريق. وهم بيتكلموا بيسمعهم حوت اسمه بلبل بيقدر يحدد المواقع من خلال تردد الاشارات اللي بتطلع من مخه، بس هو مش عارف يعمل كده ازاي. وهاني بينزل البحيره وبيقول لدوري انا خلاص وديتك عند الخريطه وساعدتك وانت عرفتي هتروحي ازاي، اديني البطاقه بقى. قالت له لا احنا متفقين لحد ما توصلني عندهم وهم موجودين في المحيط المفتوح. هديه بتقول لها ان انتم لو عايزين تروحوا ناحيه المحيط المفتوح ممكن تروحوا عن طريق المواسير. فدوري بتقول لهاني يلا نروح، فبيقول لها لا ماليش فيه انا عايز البطاقه. بتقول له ما انا كده مش هعرف اوصل. قال لها انا ما عنديش حل تاني. الكلمه دي خلتها برضو ان هي تفتكر ذكريات تانية زي ان هي ما كانتش قادره تشيل الصدفه وكانت بتقول انا ما عنديش حل تاني، فباباها ومامتها ساعدوها ان هي تشيل الصدفه وبيقولوا لها ان كل عقده وليها حل ما تستسلميش. ودوري لما تطلع على وش الميه هي وبقيه السمك بتقول لهم انا عرفت ازاي هنوصل للمحيط الواسع عن طريق ان هي تستخبى في عربيه الاطفال هي وهاني ودوري بيستخبوا في عربيه الاطفال وبيستنوا اشاره من هديه علشان يتحركوا ويروحوا ناحيه المحيط الواسع. وهاني بيقول لها بص على اليوفط علشان نعرف نمشي ازاي، بس وهم ماشيين بيخبطوا بنت بالغلط بتكون شايله علبه فشار فبتقع منها. في الوقت ده بيكون طاير نيمو مع بكيزه، فبكيزه بتشوف الفشار اللي وقع على الارض وبتقرر ان هي تنزل تاكل منه، فبتحط الجردل على غصن شجره وبتنزل تاكل. ولما هاني ودوري بيوصلوا عند فتحتين الطريق وما بيبقوش عارفين يدخلوا يمين ولا شمال، دوري بتشوف يافطه مكتوب عليها اقوى نظارات في العالم فبتقول له خش شمال، وما بتبقاش خدت بالها ان في يافطه مكتوب عليها البحر الواسع على اليمين. بكيزه بتبقى لسه عماله تاكل في الفشار، ونيمو ومرهف بيبقوا عمالين بيندهوا عليها، فمرهف بيقعد يهز في الجردل علشان ينزل على الارض علشان بكيزه تسمعه، لكن غصن الشجره بيخلي الجردل يتنطر. ونيمو ومرهف
بيطيروا وبيقعوا في حوض سمك فاضي، وبيشوفوا بكيزة بعد كده وهي بتشيل الجردل وبتروح لمبنى المستشفى. هاني ودوري وهم ماشيين في الطريق بيسمعها بتقول اقوى نظارات العالم، فبيقول لها ايه اللي انت بتقوليه ده؟ فبتقول له ما هو ده الطريق اللي احنا ماشيين فيه. فبيقول لها لا، المفروض نمشي في الطريق البحر الواسع، وده بيخلي واحد من الناس يدوس على دراع من دراعاته. فبياخد دوري والعربيه وبيروحوا يستخبوا، وهاني بيقول لها كفايه كده انا زهقت، هاتي البطاقه. بتقول له لا مش هديها لك لان انا حاسه ان انا بقيت بفتكر. فبيقول لها انت ما عندكيش ذاكره وعشان كده تهتي من اهلك. فدوري بتزعل وبتقول له غريبه يعني، عندك 3 قلوب بس ما بتفهمش في الذوق ولا عندك مشاعر. فهم مستخبيين العربيه بتتزحلق وبتدخل منطقه الاطفال، ودوري وهاني بيقعوا في بحيره الاطفال اللي بيمسكوا فيها اي حاجه بايديهم. دوري بتقعد تهرب منهم، فبتفتكر انها ايام زمان لما مامتها كانت بتقول لها ما تخافيش من حاجه وانا هعلمك اغنيه تفضلي تقوليها على طول وانت خايفه. لما الحياة تكشر لك عارف تعمل ايه؟ لا مختار عمود مختار. وبتقعد تشد هاني عشان تخرجه لحد لما طفل بيمسك هاني، فهاني بيطلع حبر بيملى المكان، وده بيخلي الاطفال كلها تخاف وتمشي. ولما بيطلعوا من الميه هاني بيقول لها على فكره احنا وصلنا للمحيط الواسع، وبيشاور لها عليه. نيمو ومرهف بيبقوا عايزين يخرجوا من الحوض اللي هم فيه، فمرهف بيشوف نافوره ميه وبيقرر ان هو ونيمو ينطوا فيها ويخرجوا، وفعلا بيخرجوا وينطوا من النافوره للتانيه لحد لما بينزلوا في بحيره تاني، وبيقابلوا هناك محاره بيعرفهم ان الطريق بيبقى من المواسير. وهاني بياخد دوري في كوبايه وبيوصل لحد فتحه المحيط الواسع، ودوري بتديله البطاقه وبيحدفها في المحيط الواسع. ولما دوري بتنزل بتقعد تسال السمك لحد لما بتشوف الصدف وهو مرصوص، وبتفتكر باباها ومامتها وهم بيقولوا لها لو تهتي في مره امشي ورا الصدف. ولما بتفضل ماشيه وراه بتوصل البيت بس ما بتلاقيش حد منهم موجود، وبتفتكر ان مامتها كانت في مره زعلانه وان هي عشان تصالحها راحت تجيب لها صدفه لونها بامبي علشان عارفه ان هي بتحب اللون ده، بس للاسف تيار الميه بيشدها وبتدخل جوه المواسير وبتتوه. وبيبقى واقف 2 من الكابوريا الصغيرين بيقولوا لها ان كل السمك اللي شبهها خدوه في مستشفى الاسماك علشان يسفروه لحديقه الاسماك. فبتسالهم ازاي تروح لمستشفى الاسماك تاني، فبيقولوا لها هتدخل جوه المواسير وتمشي شمال في شمال في يمين هتوصل لحد هناك. ودوري فعلا بتدخل المواسير وبتمشي فيها، بس وهي ماشيه في نص الطريق بتنسى تمشي ازاي، فبتفتكر ان هديه بتسمع من المواسير دي، فبتنده على هديه وبتطلب منها ان هي تساعدها. فهديه بتكلم بلبل انه يشغل الرادار بتاعه ويعرف هي موجوده فين في المواسير وازاي تروح لمستشفى السمك. وفعلا بيوصف لها الطريق، بس وهو بيوصف لها الطريق بيلاقي اشاره تانية لسمكه تانية حجمها اكبر منها ماشيه في المواسير وهتقابلها، وبيخلوها تمشي بعيد عن السمكه دي. بس دوري بتتلخبط وبتقابل السمكه، وبتطلع السمكه دي هي نيمو ومرهف، وبتفرح قوي وبتقول لهم ان باباها ومامتها هيتشحنوا في جنينه الاسماك لو ما لحقتهمش في مستشفى السمك. بس فجاه دوري بتقول لهم تفتكروا اهلي هيبقوا عايزين يشوفوني؟ مرهف بيقول لها ما تقلقيش هيفرحوا قوي لما يشوفوكي، انت علمتيني اني ما يقاسش ابدا، انت بنفسك اتفوقتي على سمك القرش وعلى قنديل البحر وليكي مغامرات هيحبوا يسمعوها. والليل بيكون دخل وكل الناس بتمشي من المكان، والعمال بيبقوا بيحملوا السمك اللي هيروح جنينه الاسماك في العربيه. ودوري ومرهف ونيمو بيوصلوا وبينزلوا جوه حوض السمك وبيقعدوا ينطوا من حوض لحوض علشان يوصلوا للسمك اللي شبه دوري، بس للاسف بيتخبطوا وبيقعوا في جردل المسح ويلاقوا هاني طلعهم. ودوري بتقول لهاني ان هي عايزه تروح الحوض اللي فيه ابوها وامها. لما هاني بينزلها الحوض بتقعد تدور على ابوها وامها بس ما بتلاقيهمش لحد لما السمك بيعرفها وبيقولوا لها ان باباك ومامتك احنا ما نعرفش عنهم حاجه من زمان لانهم راحوا يدوروا عليكي في المستشفى ومن ساعتها ما رجعوش. ودوري بتفتكر ان هم ماتوا. ولما هاني بياخدها قبل ما ياخدوا حوض السمك في واحده من العمال بتشوفه وبتيجي تمسكه، فالكوبايه اللي فيها دوري بتقع منه، ونيمو ومرهف بيبقوا لسه في حوض السمك ما طلعوش. دوري لما بتقع بتفضل تدخل من ماسوره لماسوره لحد لما في الاخر بتقع في البحر اللي بره المستشفى، وبتطلب من السمك ان هو يساعدها بس ما بتبقاش فاكره اي حاجه، فمحدش بيعرف يساعدها وبتقعد تفكر تعمل ايه. فوهي بتبص بالصدفه بتلاقي في صدف مرصوص. فبتمشي وراه لحد لما في الاخر بتبص بتلاقي ابوها وامها داخلين عليها، واول لما بيشوفوها بياخدوها بالحضن وبيفرحوا قوي وبيقعدوا يحكوا لها ان هم قعدوا يدوروا عليها. ولما بيسالوها انت كل السنين دي كنت عايشه لوحدك، فبتفتكر ان نيمو ومرهف لسه في الحوض ما خرجوش وهيودوهم جنينه الاسماك. ولما دوري بتطلع على وش الميه بتلاقي العربيه اللي رايحه جنينه الاسماك بتمشي، فبتبقى عاوزه حد يساعدها، فبتنده على هديه، وهديه وبلبل بينطوا من السور وبينزلوا البحر. ودوري بتطلب من بلبل ان هو
هو يحدد لهم مكان العربيه وبيجروا وراها، بس ما بيبقوش عارفين ازاي هيوقفوا العربيه وهم في البحر. فبيلاقوا ثعالب بحر، فدوري بتقول لهم انتوا هتقفوا في نص الطريق علشان الناس تتفرج عليكم والعربيات تقف. وهدية بتحدف دوري بره الميه وبيمسكها واحد من ثعالب البحر، وفعلا الطريق كله بيقف وثعلب البحر اللي بيبقى معاه دوري بيفتح ظهر العربيه. وهاني اول ما بيشوف دوري بينزلها في الحوض مع مرهف ونيمو، ولما بييجوا يخرجوا مرهف بيقعد ينده على بكيزه فبيلاقيها واقفه ومعاها الجردل، فبينط في الجردل هو ونيمو. وقبل ما دوري بتنط معاهم بكيزه بتطير بيهم وبتنزلهم في البحر، وبيقابلوا زينه ورشاد وبيعرفوا ان دوري لسه في العربيه. ومرهف بيطلب من بكيزه ان هي ترجع تاني تجيب دوري، ولما بترجع تجيبها دوري ما بتقول لهاني انه لازم يرجع معاهم للمحيط وما يروحش جنينه الاسماك. وهم بيتكلموا بيجي واحد من العمال ويقفل عليهم باب العربيه والعربيه بتمشي، وهديه وبلبل بيعوموا ورا العربيه بس ما بيعرفوش يلحقوهم. وهاني بيقول لدوري خلاص كده مفيش اي حل، فبتشاور له على فتحه موجوده في سقف العربيه، فبيخرج هاني ودوري من العربيه وهاني بينط على الازاز علشان يخلي السواق ما يشوفش اي حاجه، فالسواق بيوقف العربيه وبينزلوا، وهاني ودوري بيدخلوا جوه العربيه وبيسوقوا. هم بيحاولوا ان هم يرجعوا تاني عند البحر بس بيعملوا حوادث كتير لحد لما دوري بتشوف البحر وبتخلي هاني يمشي في الاتجاه بتاعه، والشرطه بتكون وقفت وقفلت الطريق عند الكوبري، ودوري ما بتبقاش عارفه ازاي هيعدوا من الشرطه، فبتخلي هاني ينط بالعربيه من الجبل وينزل في البحر، وطبعا كل السمك بيطير وبينزل في البحر معاهم، وبيرجعوا كلهم للجزيره اللي نيمو ومرهف عايشين فيها وبيعيشوا هناك. وهاني بيشتغل مدرس للاطفال بدل مستر راي، ودوري بتقول لهم ان هي عايزه تروح تقف لوحدها، وبيروح مرهف يقف معاها بيقول لها مبروك انت نجحتي، فبتفتكر اول مره اهلها قالوا لها كده وبتقول له فعلا انا نجحت وعرفت ارجع للبيت بتاعي. وبكده يكون فيلمنا النهارده خلص. لو حابب تشجعني ان اعرف اكمل اعمل لايك ومشاركه للفيديو، ولو حابب تعمل اشتراك هفرح جدا بيك، وعاوزك تكتب لي في تعليق عاوز فيلم ايه المره الجايه علشان اعملهولك. كان معاكم يا عزاز على قلبي خالد ابراهيم، ودي كانت حكايه جديده من حكايات قبل النوم. سلام.